سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بوصفه جديده اللي هي ميني بانيني. راح نمد لكم هذه الوصفه بالتفصيل ونمد لكم ايضا معها السعر اللي قادرين تحسبوا به. نقولوا بسم الله ونبداو في المقادير وطريقه التحضير. اول حاجة نبداوها هي نحضروا الخبز عندي 500 جرام فارينة. الفارينة نستعمل فارينة ماما. عندي ايضا 7 جرامات ملح، 10 جرامات حليب مجفف حليب بودر، و5 جرامات سكر. نحرك هاد المكونات الجافة مع بعض. نزيد نضيف 50 جرام زيت طبيعي، ونحاول اني ندخله في الفارينة مليح. كيما راكم تلاحظوا نحاول اني ندخل هذاك الزيت في الفارينة مليح. بعد ما دخلت الزيت في الفارينة تاعي مليح نزيد نضيف الخميرة. عندي 10 جرامات من الخميرة الفورية، خميرة الخبز. وعندي ايضا 5 جرامات من الخميرة الكيميائية، خميرة الحلوى، اللي هي نصف باكي من خميرة الحلوى. ونكمل نخلط المكونات نتاعي مليح. لهنا اذا كانت عندكم عجانة حطوا كل شيء في البيترا وخليوه يتخلط. بعد ما المكونات تاعي كامل جانسوا مع بعض نجيب الماء دافي. الماء يكون دافي ونبدا نلم في العجينة، نبدا نزيد في الماء غير بالتدريج، ونبدا نلم في العجينة حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. نبقى نضيف في الماء غير بشوي حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. بالنسبة للماء انا خدت لي المقدار حوالي كأس وربع من الماء. بعد ما تحصلت على عجينة تكون طرية نحط العجينة تاعي فوق طاولة العمل ونحاول ندلكها مليح. كي نبدا ندلك فيها نجيب المارغرين. عندي لهنا 15 جرام مارغرين، وندخل المارغرين تاعي مليح في العجين. نعجن مليح العجينة تاعي به هذيك المارغرين تدخل مليح في العجين. بعد ما دلكت العجينة تاعي مليح كيما راكم تلاحظوا نجيب وعاء ونغطي العجينة تاعي ونخليها ترتاح. نخليها حوالي 20 دقيقة الى 30 دقيقة حتى العجينة تاعي يتضاعف الحجم نتاعها. بعد ما فاتت حوالي 30 دقيقة العجين تاعي الحجم تاعو تضاعف كيما راكم تلاحظوا. نجيب ايضا الطابع اللي راح نطبع بيه. نجيب هذا الطابع به كامل الحبات يجوني متساويين. نجيب فارينة ونرش طاولة العمل ونحط العجينة ونبدأ نفتح في العجينة. لهنا العجينة تاعي نحاول اني ما نفتحها رقيقة ما نفتحها خشينة. نفتح العجينة تاعي السمك تاعها يكون متوسط. بعد ما فتحت العجينة نجيب الطابع ونبدأ نطبع كامل العجينة.
الطابع اذا اطبعتوا به حاولوا انكم تضغطوا من الفوق، ما تبقاوش تديو فيه وتجيبوا لانه العجينه راح تتقلص. حاولوا انكم تضغطوا بهذا الشكل. نكمل نطبع كامل العجينه. في هذا الوقت نكون سخنت الفرن تاعي، شعلته وكنت سخنته. نحط الفرن تاعي على 160 درجه. بالنسبه لهاد العجينه المتبقيه راح نزيد نلمها نخليها ترتاح، من بعد راح نفتحها ونطبعها. نجيب صينيه اللي راح ندخلها للفرن ونرشها بالفارينه ونبدا نحط عليها في الخبز. بعد ما تفتحوا العجينه وتطبعوا حاولوا انكم تطبعوا بهذا السمك. نحط الخبز نتاعي في الصينية. بعد ما حطيت كامل الخبز نغطيه ونخليه يرتاح حوالي 10 دقائق حتى الخبز تاعي يعاود يتضاعف الحجم تاعو شوي. بعد ما خليت الخبز نتاعي يتضاعف الحجم تاعو راح ندخله للفرن على 160 درجة. بالنسبة للطياب نتاعو راح يبقى ابيض، فقط نحاول اني ناخد له تحميرة من تحت. بعد ما الخبز نتاعي طاب كيما راكم تلاحظوا السطح تاعو راح يبقى ابيض، لكن من تحت راح ياخد هذا اللون الذهبي. نخليه يبرد تماما، من بعد نبدا نقصه. لهنا انا خليته برد والان نبدا نقص في الخبز. نحاول اني فقط نفتح جهة امامية، جهة واحدة بهذه الطريقة، ما نفتحش كامل الخبز. نكمل نقطع الخبز نتاعي كامل. وفي هذا الوقت راح نوجد معاكم لاصوص الصلصه اللي راح نحشي بها، وايضا راح نوجد معاكم الحشو. بالنسبه للاصوص اللي راح نحشي بها عندي 3 ملاعق من المايونيز. بعد ما حطيت المايونيز نزيد نضيف نصف حبة بصل صغيرة تكون مقطعة رقيق، ونزيد نضيف كمية مدبشة. نحط كلش مع بعض. نضيف ايضا ملعقة صغيرة من لاموطارد. نضيف ايضا ملعقة صغيرة من الهريسة. بالنسبة لكمية الهريسة حسب اذا كنتوا تحبوا الحار ولا لا، قادرين انكم تنقصوا. نجيب برا ميكسر ونميكسي هاد المكونات كامل مع بعض حتى نتحصل على خليط. بعد ما ميكسيت كامل المكونات مع بعض راح نتحصل على قوام كريمي. نحطه في وعاء ونحط الكريمة تاعي جانبا ونروح نحضر الكبدة. بعد ما حضرت لاصوص نروح نحضر الكبده. بالنسبه للكبده نتاعي كنت نقيتها وغسلتها. نجيب مقله نحط فيها شويه زيت ونبدا نحط في الكبده. اكيد الحشو لهنا يبقى اختياري ويبقى حسب ذوقكم. لهنا حبيت اني فقط نبدل الحشو، ما نبقاوش غير نديرو في الدجاج، لكن قادرين انكم ديروا الدجاج بدل من الكبده. فقط الدجاج انكم تتبلوه ومن بعد تقليوه وتحشيو به عادي. نحط كامل الكمية اللي عندي تاع الكبدة. وبالنسبة للتوابل عندي ملح وفلفل اسود وعندي القليل من الكمون. نحط كمية من الملح، نضيف ايضا كمية قليلة من الكمون، نضيف ايضا كمية قليلة من الثوم، ونضيف كمية من الفلفل الاسود. نخلي هاد الكبده نتاعي تطيب على نار قليله. في الاخير راح نضيف لها ملعقه صغيره من الخل. بعد ما خليت الكبده نتاعي على نار تكون متوسطه وطابت مليح، لهنا راح نضيف في الاخير ملعقه تاع خل.
ونخليها تنشف. الان الحشو تاعي راه واجد، نروح نكمل الخبز اللي كنت طيبته، راح نعاود زيد نحمره. الاخوات اللي عندهم الاله تاع البانيني يستعمل فيها، اللي ما عندهمش يستعمل هاد المقلاة، راح تخرج لكم ايضا البانيني تاعكم روعه، وراح يخرجوا لكم هذوك الخطوط بكامل وضوح. فقط لهنا نحط الخبز نتاعي ونبدا نضغط عليه مليح بهذا الشكل. نحاول اني نضغط مليح بهذا الشكل، ونحاول اني نقلبهم على كلتا الجهتين حتى ياخدوا لي هذا اللون. انا راح نكمل كامل الكمية اللي عندي، من بعد راح نروح معاكم للحشو. بعد ما حضرت الخبز وحضرت ايضا الحشو، نجيب الخبز نتاعي ونفتحه على الجهة اللي كنت فتحتها. نجيب الخبز ونحط القليل من لاصوص اللي كنت حضرتها، نحط ايضا سلطة، ونحط كمية من الكبدة. نزيد نعمل معاكم حبة ثانية. نفتح الخبز نتاعي على الجهة اللي كنت فتحتها، نحط كمية قليلة من لاصوص، نزيد سلطة، ونزيد نضيف ايضا كمية من الكبدة. بالنسبة للتزيين والتقديم اكيد راح يبقى اختياري، انا فقط راح نمدلكم فكرة. راح نمدلكم هاد الخيط راح متواجد في الاسواق، فقط اعملوا ربطة من هاد الخيط. ونجيو ايضا للسعر، حساب السعر بالنسبة لهاد الميني بانيني اذا خدمتوه بنفس الطريقة وبنفس الحشو يتحسب 11,000، 11,000 للحبة. واذا كان بالدجاج تحسبوه 8,000 للحبة. واكيد السعر راح يبقى على حسب اسعار المنطقة، كل واحد والمنطقة نتاعو، وتبقى ايضا على حسب المواد. كاين في بعض الاحيان المواد تزيد، وكاين في بعض الاحيان تنقص. وبهذا جينا الى نهاية الفيديو تاعنا تنهار اليوم. ان شاء الله تكون الوصفة تاع اليوم نالت اعجابكم، وانتظروني في الفيديو القادم لانه راح يكون ايضا نوع من انواع المملحات اللي تقدروا تخدموهم وتستفادوا منهم. بهذا نقول لكم الى فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.